بيان لرأي العام العالمي. إلى متى هذا الصمت الدولي على هذه الجرائم بحق الإنسانية؟ لقد بلغ حقدكم عنان السماء، لقد أعمت قلوبكم الكراهية، لا يوجد تعبير يصفكم أيها الأوقاد يا أحفاد جمال باشا السفاح. ماذا تريدون منا نحن الشعب الآمن أيها المحتلون الأتراك؟ أعجزت كل خططكم ومحاولاتكم للنيل من إرادة شعبنا. لقد لجأتم إلى استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا. ألم يبقى لكم خيار غيرها لتقتلوا أناسا أحبوا أرضهم وتشبثوا بها؟ إنكم عاجزون عن تحقيق أهدافكم الخبيثة، وإن استهدافكم للجريلا وكل الشعوب الموجودة في المنطقة بالكيميائي دليل قدركم الذي تعلمتموه من أجدادكم العثمانيين. لا ولن نستسلم، سنبقى ندافع عن أرضنا وعرضنا مهما فعلتم. اقذفوا حمم حقدكم علينا فنحن نزداد إصرارا كل يوم على تحقيق النصر. لن نتراجع وسيستمر مشروعنا وستعود الأرض لأهلها بفضل شهدائنا. ومن هنا من أرض الشهداء، أرض تفوح منها رائحة الياسمين، وباسم مجلس عوائل الشهداء في الطبقة نقول للعالم انظروا إلى تركيا ماذا تفعل. إنها اليوم تقصفنا بالأسلحة الكيميائية، وغدا سيكون دوركم لتقصفكم. ندعو جميع المعنيين من الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاسبة هؤلاء القتل، فهم مجرمو حرب ويجب محاكمتهم على فعلتهم. كما أننا ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الجبان الذي أودى بحياة عدد من الرفاق الأبطال. إنها أرض شمال وشرق سوريا تزهر بدماء الشهداء، تدفع بالشهيد تلو الشهيد حتى تحقيق النصر. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لمعتقلينا. عشتم وعاشت أخوة الشعوب.